ازاي تختاري شبكتك الالماس ببساطة. بحكم خبرتي في مجال المجوهرات ده اللي خلاني افكر ازاي ابدأ معاكم فيديوهات بتكلم فيها عن ازاي انك تختاري شبكتك الالماس الاول بسهولة، وبعدين نبقى نتكلم على الجولد، وده هحاول اعمله على اجزاء عشان ما اطولش عليكم. ومع احترامي لكل خبراء الالماس اللي بيبدأوا دايما كلامهم لما يعلموا حد ازاي يشتري الماس انك تبدأ بقاعدة الفورسي بتاعة الالماس اللي هي الكلاريتي والكات والكارت والكالر. لا، انا مش هبدأ ده وانتي نازلة تشتري شبكتك. خلينا نقول ده في جزء تاني. الجزء ده انا عايزه اتكلم فيه انك تحددي اهدافك الاول، ونعرف مع بعض هي الشبكه الالماس دي بتكون عباره عن ايه. خليني ارتب معاكي افكارك علشان ما تتشتتيش وانت داخله تشتري شبكتك. اول حاجه والاشهر في الشبكه الالماس هي خاتم الويدنج رينج الشهير المعروف لكل البنات، الخاتم اللي بيكون الكراون بتاعته فاضيه او هم اوريدي حاطين فيها حجر، وبنقول عليه سوليتير علشان هو بيكون فيه حجر سولو، فده بيتقال عليه تركيب سوليتير. الحجر نفسه لما بيبقى لوحده سوليتير كاتب عليها كولكشن سوليتير. سوليتير ده بيكون الخاتم اللي فيه فص واحد، سواء اوريدي كان متركب من البراند نفسه، مواصفاته بتبقى معاكي، او بتركبيه انتي وبتختاري حجم الحجر والكالر وكل حاجه، وبتختاري برضو الديزاين. والاشهر طبعا في براندات المجوهرات المشهورين بالديزاين ده هو تيفاني اند كو. تاني حاجة معانا والأشهر هي التوينز. التوينز ده بيكون عبارة عن قطعتين ألماس، قطعة اللي هي السولو اللي شايلة الحجر الواحد ودي مطعمة بأحجار من الجنب، والقطعة التانية بتكون دبلة أو محبس. ليه بقول عليها دبلة أو محبس؟ لأن كنت دايما بنصح العرايس اللي كنت بشوفها أو كانت بتجيلي شغلي، كنت بقول لها خدي الدبلة بتاعة التوينز سادة، عشان لو حابة تلبسيها دبلة ألماس بعد كده، خارجة تتعشي، خارجة بالليل، مش عايزة تلبسي الدبلة الذهب بتاعتك، تقدري تلبسي دبلة التوينز تبقى دبله ساده، سواء كانت اول راوند. وانا ما بحبهاش قوي الاول راوند، انا بحب الهاف راوند اكتر، لان الجزء دايما اللي تحت ده مش باين مع اي خبطه مع اي حاجه يجرح في الدايموند. فكنت دايما احب انصح ان هي تتجاب هاف راوند، وكمان بتكون ارخص، واكبر في الحجر نص واجيبها احجارها كبيره شويه عن الاول راوند، فابقى جبت حاجه كبيره باينه وفي نفس الوقت استفدت بيها. كنت عايزه اقول لكم برضو ان التوينز في تو كاتيجوري، تلاقي المونتير بتاعته فاضيه عشان انت تركبي الحجر زي ما قلنا، وممكن تلاقي المونتير بتاعته متركب فيها احجار صغيره، لايك الحجر الواحد، مدياكي احساس الحجر الواحد. وطبعا ده بيكون بادجت اقل من اللي بيتركب فيه حجر سولو، لان الحجر مفتوح ومتركب، وممكن يبقى مجموعه احجار، يعني احجار مجمعه. انا بحاول ابسط لك الموضوع خالص، فده يبقى سعره اقل من اللي احجاره واضحه وصريحه وكبيره، لان دايما الاحجار الصغيره بتبقى في كاتيجوري اقل من الاحجار الكبيره اللي هي الكلاسيك دايموند او السوليتير. تالت حاجه مشهوره برضو في الشبكات الالماس انك تجيبي هاف سيت، بيبقى عباره عن خاتم والبريسلت بتاعته. البريسلت دي ممكن تبقى تنس، يعني اللي هي بتكون فصوصها واضحه وصريحه، يعني برضو كل حجر سولو لوحده بتاخديه بالمقاسات بالشهاده بكل حاجه. وممكن تجيبي حاجه فانسي، يعني يبقى البريسلت فانسي ليها ديزاين معين، مش شرط تبقى احجارها كلها كبيره علشان معديه البادجت اللي انت حاطاه للشبكه. فممكن تجيبي انسيال وخاتم يليق لها، ودي بتبقى شبكه عادي جدا ومعاها الدبله الجولد، او لو انت مختاره دبله دايموند على حسب. واخيرا الشبكه المتنوعه اللي ممكن تكون عباره عن حلق وسلسله وخاتم، او حلق وسلسله وبريسلت. 50% دلوقتي من البنات ما بيحبوش الحاجات الكبيره اللي تبان ان هي لايك مجوهرات عشان يقدروا يلبسوها في جميع الاوقات، فبيعملوا ميكس من براند المجوهرات اللي رايحين ياخدوا منه الشبكه، وبيقدروا يجيبوا قطع تليق على بعض او حاجات خفيفه تليق على بعض، وفي الاخر ده ينفع شبكه عادي جدا. بس النصيحه اللي كنت بقولها لكل العرايس واللي برضه هقولها لكم، لما تختاري حلق ما تختاروش كبير يكون فيه دايموند كتير علشان تقدري تلبسيه في كل الاوقات. يعني كان اشهر واكتر حلق ممكن يكون بيتباع مع الشبكه الحلق السوليتير الوان ستون الستاد اللي على الودن، ده بيليق على كل اشكال الوشوش، يعني اي شكل للوش يليق عليه الحلق. تقدري تلبسيه الصبح، تقدري تلبسيه بالليل عادي جدا، ما بيبطلش، وموضه بتفضل معانا طول الوقت. يعني مش تيجي بعد وقت تقولي لي انا عايزه اعمل ابجريد، عايزه اغير الديزاين ده، بيفضل معاكي. وتقدري تختاريه تلاتينات، تقدري تختاريه 50-50. والحلق ده بيتحدد سعره برضو على حسب حجم الحجر وعلى حسب الكالر. لا بتلاقيه جاهز اوريدي في براند المجوهرات اللي انت فيه، لا اما بتطلبي ان انت تعمليه كاستمايز وبتقولي مقاس الحجر اللي انت عايزاه والكالر بتاعه. وبيليق على الحاجات برضو اللي هي بتتلبس في الرقبه، لو هتاخدي النكلس وان ستون او هتاخديها ريفيرا اللي هي شبه التنس بريسلت اللي بتكون كلها فصوص، برضو الحلق ده بيليق على كل حاجه. او كان التنس بريسلت، فانا اضمن لك ان الحلق ده يليق على كل حاجه عندك، ويخليكي كمان مش محتاره وانتي بتنقي شبكتك ايه هيليق على ايه. وبكده اكون خلصت معاكم اول جزء من سلسله ازاي تعرفي تختاري شبكتك الالماس بسهوله.
لو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتس عشان ارجع ارد عليه في الفيديو اللي جاي، وانا بقول لكم الجزء التاني، وصدقيني هخليكي تعرفي تختاري شبكتك ولا احسن خبير مجوهرات. اشوفكم في الجزء اللي جاي.